السلام عليكم. تشاهدون في هذا الفيديو هذا الشيخ المغربي الذي يقول أنه يريد العيش في الجزائر لأن المغرب لم يعد يصلح للعيش بسبب الأمراض والجفاف والأوبئة والمستوى المعيشي المتدني، فالحمد لله على نعمة الجزائر. المولدي ما بقيناش نشربوه، خنازوا البيال وعينينا عماو، أنا ما بقيتش نشوف. المولدي ما بقيناش نشربوه، خنازوا البيال وعينينا عماو، أنا ما بقيتش نشوف. احنا تنسقيه وهو يابس، هاتوا ما تشوفوا فيه. 110 العمر ديالي نعم سيدي، هذه 30 سنة وفوق منا. داك الشيء اللي تنكسبو في داك الشيء ديال داك شويه تاع البلد وداك الماء عندنا في البيار خنز، ما بقاش يشرب، وفي الدار مقطوع، وفي الزيتون يبس. وكنا تنجيبو هذاك شويه تاع الزيت الوليدات من شريناه ب 2000 ريال لترو، 2000 ريال. عندنا البلاد ويابس علينا، المولدي ما بقيناش نشربوه، خنازوا البيال وعينينا عماو، انا ما بقيتش نشوف. تنمشي لعندهم تما البيال تنسحق، غنشرب شويه تاع الماء ما تنصيبو. الفلاحه ما بقاش، ما تجيش الفلاحه، يجيو يطلعوا علينا، يجيو هاد الناس الامر راهم مؤدين الامانه، راهم مؤدين قدام سيدنا نصر الله، ويجيو يطلعوا علينا يشوفوا المضره ديال الهويه. تنطالبوا بإلغاء هذه الكارثة هذه اللي خرجت على الفلاحة ديال الناس، خرجت على البيار ديال الناس، والماء ديال الشرب في حد ذاته راه ما بقاش في هذه المنطقة. والمشرع تيقول لازم حنا كمواطنين نبلغوا على الجرائم، وهذه جريمة في حق البيئة، في حق الفلاحة، في حق بزاف تاع الحوايج. يعني يجب اتخاذ القرار في هاد الناس هادوها اللي كانوا سبب في هاد الكارثه هذه. عانت هو هاد الشيء تسرب للبيار، الناس بقات بلا فلاحه، ما بقاوش لقاو ما يشربوا، وما عندناش حنا مشكل باش غيجي واحد لاباس عليه وغيدير كارثه في قبيله كامله. حنا راه ما بقيناش في عهد ديال القايد عيسى بن عمر. حنا تنوجهوا الشكايه للمسؤولين لرفع الضرر لهذا المشكل ديال واد الحار. كما تتعرفوا المنطقه الصناعيه